ده اللي يحرق الدم ويضحك في نفس الوقت. ده فعلا يلي عليه المثل اللي يقول لك هم يضحك وهم يبكي. ايفانس لاعب كان متواجد مع ليستر سيتي اللي هبط للتشامبيونشيب. إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. خدها قاعده في حياتك كده، مفيش لاعب اتمرن مع السير اليكس فيرجسون وتقول عليه ما بعرفش يلعب، حتى لو سنه عدى ال 35 سنه. عدها لي عدها لي. يلا بينا بقى نتكلم عن ماتش مانشستر يونايتد وبيرنلي. نبدا من الاخر للاول، او نبدا بمعنى اصح بالنقط الايجابيه. ايوه معلش، ما هو اللي اتنفخ من الشوربه ينفخ في الزبادي، وده اللي احنا اتعلمناه مع مانشستر يونايتد. النهارده يكسب بكره يخسر بنتيجه كبيره عادي جدا. برونو فرنانديز كده بيرجع ذكريات فان بيرسي بهدف من صناعه ايفانس، شوطه مره واحده على الطاير كده، يعني بترجع لنا ذكريات جميله شفناها مع فان بيرسي، والجيل اللي قبلنا شافها مع فان باستن. الكره دي عمرها ما جلت. تين هاج بدا اللقاء بتشكيله 4-2-3-1، وفي اوقات بتتحول ل 4-3-3، وده على حسب وضعيه برونو، اللي في اوقات بنلاقيه صانع العاب